السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نهار جديد وجولة جديدة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جولتنا في واحد من اشهر الاسواق الشعبية الاسبوعية في اسطنبول، واللي هو سوق الفاتح او سوق الاربعاء. هذا السوق اللي كيتواجد في منطقة الفاتح بالقرب من مسجد محمد الفاتح. بالنسبة لطريقة الوصول لهذا السوق فسبق لي عملت لكم فيديو خاص، هنخليه لكم في صندوق الوصف. وهذا من أكثر الأسواق شعبية سواء عند السياح العرب أو الأتراك. فقبل ما نبداو جولتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونبداو جولتنا على بركة الله. من اكثر الاشياء اللي كتلفت الانتباه ديالي وانا كنتجول في الاسواق الاسبوعيه ديال اسطنبول هو الكميه النظام والترتيب اللي عند الباعه، خصوصا بائع الخضر والفواكه. فواحد الترتيب اللي عجيب زائد تناسق الالوان، صراحه كيفتح الشهيه ديالك انك تشري من عندهم وتشوف المنتوجات اللي كيعرضوها. وبالنسبه للاسعار فراها كتكون مكتوبه على لوحات حدا كل نوع ديال الخضر او الفواكه او غير من المنتجات اللي كاينه في السوق. اغلب الباعه كيكتبوا الاسعار على اللوحات لان كيكون زوار السوق من غير الاتراك سواء عرب او غيرهم، فباش كيسهلوا طريقه التواصل دائما كيكتبوا الاسعار على لوحات. وبالنسبه للسلع اللي كتباع في السوق فهي كثيره ومتنوعه، فأي حاجة كيحتاجها الإنسان في الحياة اليومية ديالو فهتلقاوها متوفرة في السوق، سواء الملابس، الشنط، الأحذية، المفروشات المنزلية، الأسماك، الخضر، الفواكه، الأجبان، يعني أي حاجة احتاجتوها إلا وهتلقاوها في هذا السوق وبأسعار اللي كتكون رخيصة بالفعل. فسوق الفاتح كيتعتبر من أكبر الأسواق الأسبوعية في إسطنبول، وكيكون عليه واحد الإقبال كبير سواء من عند الأتراك أو السياح. فهو كيتعتبر من أقرب الأسواق للمناطق السياحية سواء منطقة لاليلي، بايزيد، أكسرة، يوسف باشا وغيرها من المناطق. واكيد هتستمتعوا بالتجوال ديالكم والتسوق ديالكم داخل سوق الفاتح في اسطنبول. اليوم ركزت لكم بشكل كبير على الخضر والفواكه والمنتجات الغذائية، لأن في أغلب الفيديوهات اللي سبق لي صورتهم في هذا السوق كنت كنركز على الملابس والشنط وغيرها من المنتجات. ففيما يخص الملابس والشنط والأحذية فكتلقاو في السوق جميع الماركات التركية والعالمية مقلدة بجودة اللي مزيانة، الأسعار ديالها كتكون مناسبة وأرخص من الأسواق اللي معروفة. فما عليكم غير تجولوا مزيان في السوق وتفاصلوا الباعة في الاسعار، فراه كينقصوا لكم الثمن عادي. وهتلقاو في السوق خيارات اللي كثيره سواء في الملابس او في غيرها من المنتجات. جولتنا بديناها بالقسم الخاص بالخضر والفواكه، ولكن مازال هنصور لكم في الفيديو الملابس والاواني المنزليه التركيه اللي صراحه رائعه ومتميزه. فخليكم معنا لآخر الفيديو، مازال هتكتشفوا أشياء كثيرة. Ya abi bana fazla şey mi çekilir? Şu tülün 4 metresi var mı? 4 metre kare mi? 4 metre yolluk Kare kare. var. Ne kadar? Askıda. Yumuşak.
Bir şey olunca getir bana. Problem yok. Bak. Ha, tabanları. 40 lira var. Aldın mı parayı? Yok. Böyle yani. Böyle sabit. عاد تلاحظوا في بداية الجولة ديالنا كان السوق مازال خاوي شوية، غير كيقرب منتصف النهار والسوق كيعمر كتر وكيولي واحد الزحام اللي كبير بزاف في السوق. لهذا اذا كنتو باغيين تجيو لهاد الاسواق الاسبوعيه تجيو بين 9 و11 كيكون مازال السوق خاوي شويه، وهيدا عاد تسوقوا في خطركم. وحتى الباعه ملي كتجيو عندهم انتم اول وحدين كيعطيوكم الخطر اكثر لان ما كيكونش واحد الزحام، وحتى الاسعار كينقصوا لكم اكثر من انكم تجيو وسط النهار والزحام كتير والناس اللي كيشريو كيكونوا بزاف. İyi, alacak bir şey mi? Hiçbir şey almayacağım ben. هادوك 350 ليرة، شحال حلوين. هنا بحال هادو بلاستيك هادو. هنا هادو تا هما بلاستيك قاصح هذا. شنو نطلق الشاشة. الأواني التركية من أجمل الأشياء اللي ممكن تلقاوها في الأسواق الأسبوعية. عندهم موديلات اللي زوينة بزاف كما كتشوفوا، موديلات اللي رائعة، والأهم أن الأسعار ديالهم كتكون رخيصة بالفعل. فكما شفتوا مثلا هادوك بثلاثة دايرين 150 ليرة اللي كتعادل 91 درهم مغربية تقريبا. فكما كتشوفوا أسعار اللي ممتازة. Kalite madam hapsin madam panduri madam 50 lira. Değil mi? كانت هذه هي جولتنا لهذا اليوم في سوق الفاتح، أحد أكبر الأسواق الأسبوعية في إسطنبول وأهمها. فإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار فخليوه لي في التعاليق أو تواصلوا معايا في الانستغرام، أنا نخلي لكم الانستغرام ديالي. فإلى هنا كنهيو جولتنا لهذا اليوم ونتلاقاو في جولة قادمة إن شاء الله.